الدنيا مستاهله ان احنا نتعب عشانها، ولادنا مستاهلين ان احنا نتعب عشانهم. واحده واحده الامور هتمشي. انا عارفه ان الظروف الفتره ديت صعبه، ربنا يهونها، وهي صعبه والله عليا وعليك وعلى الجميع، ربنا يهونها علينا يا رب. كل المشاريع اللي انا قلتها دي يعتبر مفيش غير مشروع واحد او مشروعين اللي هنستخدم فيهم 500 جنيه كاملين. باقي المشروع مشاريع، في مشاريع بتبدأ من اقل من 100 جنيه، وانت طالعه اقصى مشروع ب 500 جنيه. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا زي ما احنا متعودين، يا ريت ننزل تحت نصلي على النبي ونقول اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لو انت اول مرة تشوفيني، انا اسمي هبة، يا ريت تدعميني بلايك واشتراك في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. النهاردة فكرتنا حلوة قوي قوي يا بنات. انا هخلي لكي دخل ثابت شهريا. طيب ازاي؟ انا هقولك النهارده فكره الفيديو ان انا هقولك على مجموعه من المشاريع اللي هي ممكن تبدايها ب 500 جنيه واقل من 500 جنيه كمان يا بنات. ايه يا هبه، هو في مشروع يبدا ب 500 جنيه؟ في مشاريع. هقولك واحده واحده معايا كده، ويا ريت ما تجريش الفيديو عشان الفيديو فيه معلومات مهمه جدا من اول دقيقه لاخر دقيقه. طيب ايه هي مشاريعك يا هبه؟ اول حاجه، اول فكره، دي فكره حلوه جدا 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 يا بنات. حتى لو ما عندكيش حرفه او ما عندكيش مش عارفه تعملي صنعه، ديت حاجه كل الناس بتعرف تعملها. فكره الصابون البلدي. ايه ده يا هبه، هو في حد لسه بيستخدم الصابون البلدي؟ ايوه، في ناس بتستخدمه. الصابون البلدي حلو جدا، بينضف المواعين والحلل، بينضف الهدوم البيضه، بيخليها بصي بتلمع. ممكن لو جايبه مسحوق مش غالي قوي، ممكن تضيفي معاه بشر من الصابون البلدي ده، هيخلي الهدوم بصراحة نضيفة قوي. طيب بنعمله ازاي يا هبة؟ لو عندك يا حبيبتي زيت مستعمل، ممكن او تحوشي في البدايه كده للمشروع بتاعنا نحوش الزيت. طيب هنحوش الزيت. طب انا لو ما عنديش زيت مستعمل اشتريه، في ناس بتبيع الزيت المستعمل ده، الكيلو دلوقتي عامل 30 جنيه. آه، او حوشيه من عندك، الكيلو بيبقى مكون من 4 كوبايات. طيب لو مش هتعرفي خالص، انا ولا هعرف اشتريه ولا هعرف احوشه يا هبه. طيب هقولك اعملي ايه. عارفه الصابون السايب اللي بيتباع سايب بالكيلو؟ الكيلو دلوقتي عامل حوالي 55 جنيه. حلو لحد كده. حلو، هتجيبي الكيلو ده، هو عبارة عن 4 كوبايات من الزيت، بتحطي عليهم يا حبيبتي كوبايه من الكلور الخام، وديت حاجه مش ضروريه قوي، بس بتزود من قيمه الصابون، بتخليه ينظف اكتر. مش قادره تحطي الكلور الخام او شايفه ان هو هيزود معاكي الفلوس، ان الميزانيه هتبقى زايده شويه، خلاص ممكن نستغنى عن الكلور الخام. بس هنحط 4 كوبايات من الزيت، نخلط عليه معلقتين بيكنج صودا، او اللي هي البيكنج صوديوم، بيكربونات الصوديوم. وعليهم نحط معلقتين سكر بودر. السكر مهم جدا جدا يا بنات، بيزود الرغوه بتاع الصابون. تمام، هما معلقتين بس سكر بودرة. وبعدين هنحط على ده كله نص صابونة، نص كوباية من الصابون السائل الخام. يعني الصابون بتاع المواعين اللي حضرتك بتستخدميه هتحطي منه نص كوباية. طيب هنقلب المكونات دي كلها على بعض. وبعد كده هنعمل ايه يا هبة؟ او هنجيب بعد كده كوباية من البوتاص او الصودا الكاوية. بس خلي بالك ان البوتاص او الصودا الكاوية بيبقى سخن قوي، بالذات لما تضيفي عليها كوبايه من الميه السخنه، بيبقى ساخن جدا، وكمان بيطلع ريحه نفاذه. فخلي بالك، يا اما تلبسي كمامه او ماسك على وشك، او ممكن تلفي طرحه كده. ابسط الحلول قدامك. تمام. وهنروح جايين بعد نسيبها تبرد شويه، وبعد كده نروح جايين مزودينها على الخليط اللي احنا عملناه بالزيت والصابون والبيكربونات والحاجات دي. هنزود عليها البوتاص. تمام. وهتكوني انت مجهزه عندك الصينيه وحاطه مبطناها بكيس، وتروحي جايه صبه الخليط ده كله. بعد ما بيبرد بتصبيه في قلب الصينيه، بس بسرعه يا بنات عشان بيبرد بسرعه. تفرديه بسرعه، ما تخليش سمك الصابونه عالي قوي، خليها سمكها كده عشان يرمي معاكي صابون كتير. ده الصابونه بتشتريها دلوقتي ب5 جنيه وحته صغنونه خالص، كبري انتي الحجم شويه وخليها ب7 جنيه.
تمام. وبعدين هتفرديها في الصينيه دي لمده يوم كامل، وبعد كده هتقطعيها مكعبات صغننه، وبعدين تسيبيها تنشف، تحطيها بقى في صينيه، تحطيها على السفره، تحطيها، في ناس بتسيبها بالاسبوع عشان تبقى ماسكه نفسها قوي ما تتهريش، وفي اقل مده خالص انك متجيش ناحيتها هو يوم، بس لو سبتيها اسبوع هيبقى افضل. تمام. شوفي بقى، سوقي، حطيهم في كرتونه، حطيهم في بوكس، وسوقي بقى المنتج. شوفي طريقتك في التسويق تبقى عامله ازاي. من بتاع المنظفات عندك في البلد، هتروحي جايه رايحه له، قولي له انا عندي صابونه كرتونه من الصابونه البلدي، عايزاك تبيعها، او شوف هتشتريها مني ازاي، ووري له الصابونه، وهيشوف ان هي حجمها هياخدها منك بسعر ما بيشتريها. سيب مثلا بيبيعها ب4 جنيه، ب5 جنيه، بيشتريها كده. لا ده انا صابونتي اكبر، انت بتشتريها ب4 جنيه الصابونه، انا اشتريها مني ب5. تمام. الموضوع ده كله حسب ما بتقطعيها مش هيقل عن 15 16 صابونه. شوفي بقى مكسبك قد ايه من ما فيش. تعالي بقى نحسب التكلفه بتاع الموضوع ده كله. هنجيب لو اشترينا الزيت، هنجيب ب55 جنيه زيت، هنجيب ب5 جنيه بيكربونات الصوديوم، هنجيب نص كوباية صابون ب2 جنيه، هنجيب ب3 جنيه مثلا سكر بودر، هنجيب ب15 جنيه بوتاص. التكلفة كلها على بعضها 80 جنيه. ال80 جنيه دي هتعمل ليكي مجموعة محترمة من الصابون، كرتونة صابون مش صغيرة كده، 15 حتة. شوفي بقى المكسب هيبقى عامل ازاي. ممكن مش عايزه تروحي مثلا لبتاع الصابون، اعديه على جيرانك، اعملي جروب، يا جماعه انا بدات اشتغل في المنظفات وعندي كذا كذا، وحسني الجوده، خليها اكبر. شوفي بصي المنظفات دي بتكسب جدا جدا جدا، مفيش حد بيستغنى عن المنظفات على فكره. سوقها واسع. مش هتخسرك حاجه، بمعنى اصح انت ما عرفتيش تسوقيها، انت مش خسرانه حاجه، هتبقى لبيتك في الاخر، مش هترميها. مش حاجه مكلفه قوي. ابداي بكرتونه صغيره، الدنيا مشيت معاكي، زودي بدل ما تعملي كيلو مثلا من الزيت، خليهم 2 كيلو. تمام. ده اول مشروع، وهو كان مشروع ايه؟ الصابون البلدي. طيب تاني فكره ايه يا هبه؟ عارفين المشابك الخشب؟ المشابك الخشب اللي احنا بنجيبها بننشر بيها، في مصانع بتديلك المشابك ديت، بتديلك الخشب بتاعها، وبتديلك الحديد اللي بيمسك الخشبتين ببعض، الحديد اللي هو الفيصل بين الخشبه دي والخشبه دي. طيب دي بتبيع، بيسلمك شكاره كامله، تقريبا الكيلو عامل حوالي 20 جنيه. ابحثي بقى اعملي سيرش، ابحثي على جوجل، على الفيس، عن اقرب مصنع بيبيع الخشب ده، مشابك الخشب قريب منك. تمام. وبعد كده تروحي تجيبي منه. بس نصيحة لوجه الله، قبل ما تشتغلي ما تحطيش الخشب على السجاد مباشر، لان بيقرف، بيبقى فيه كله خشب صغير رفيع من اللي بيدخل في الرجل، وهيبهدلك وهيبهدل بيتك وولادك، وصعب ان هو يتشال من السجاد بسهولة. فهاتي ملاية كده انت مستغنية عنها، وروحي جايه فرشها الاول، وبعدين حطي عليها المشابك وابداي اشتغلي. بعد ما تخلصي هتلمي الملايه بالراحه كده وتنفضيها في الشارع. تمام. لمي بقى اولادك حواليك، لمي اختك، لمي مش عارفه ايه، شوفي واقعدوا اتفرجوا على التلفزيون، كوبايتين شاي، وابداوا اشتغلوا، وربنا يعينكم يا رب ويقويكم. بعد كده مشروع ايه؟ المشروع ده بقى اللي احنا هنقوله التالت، مشروع ده بيحتاج 500 جنيه. بس قبل ما اقول هو مشروع ايه، يا ريت لو وصلتي لحد هنا تدعميني بلايك، ولو اول مره تشوفيني اعملي لي اشتراك للقناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. طيب المشروع التالت ده بيتكلم عن ايه يا هبه؟ المشروع التالت ده بتروح للناس اللي بتبيع، عارفه البورسلين اللي بيتباع بالكيلو، المجات البورسلين اللي بتدخل، اللي بنصب مجات الشاي، البرادات البورسلين اللي شكلها شيك، الطواجن الصغيره اللي بتدخل الفرن والميكروويف، في صواني بورسلين كبيره، الحاجات دي. بتروحي في ناس بتبيعها بالكيلو، سواء بقى هتشتري منهم عن طريق جروب على الفيس او الانستا، او دلوقتي بقى بيلفوا على فكرة المحافظات. انا في محافظة القليوبية، كل فترة بيجوا يختاروا قاعة، يختاروا نادي بيفرشوا فيه ويبيعوا بالكيلو. في دلوقتي بجد منتشر جدا على الفيس، على انستا، دوري على جوجل، دوري هتلاقي. بصي اتعبي شوية هتلاقي
بيتباعوا بالكيلو. هتشتري، هتقولي له، هتجيبي مثلا تعملي جروب على الواتس او تعملي جروب على الانستا، هتروحي بال 500 جنيه دول، انا عايزه اشكل من عندك طقم، سي مثلا طقم ب 500 جنيه، ب 300 جنيه، على حسب الطقم اللي انت هتشتريه عامل ازاي. بتباع القطعة هو بالكيلو، معرفش الكيلو دلوقتي عامل كام. تمام. هتروحي جايه شارية ان شاء الله 2 كيلو بس كبداية. نوعيهم بقى، شوفي الحاجات اللي هي ايه الناس بتسحبها على طول، الطواجن اللي تدخل الفرن. مثلا هتشتري الطاجن الصغيرة بتاع رز بلبن، والمهلبية الصغنونة خالص دي اللي بتدخل الفرن. هتشتري مثلا صينية من الكبيرة اعملي بيها بشاميل، اللي بتعمل بيها البشاميل. هتشتري مجات صغيرة، الحاجات اللي هي ايه، مش شرط العروسة اللي هتشتريها، الناس اللي ربات البيوت، ربات المنازل بيحبوا يشتروها. الحاجات اللي هي ايه متبقاش مكلفة اوي في السعر، وفي نفس الوقت هتدي فرصة لناس كتير اللي هي تشتري منك كتجربة. وبس تعرفيهم ان ده فرز تاني، البورسلين ده بيبقى فرز تاني، بيبقى عبارة عن ايه، مثلا في خدش بسيط، خط صغنن كده، في حتة متقشرة من تحت، في حتة متقشرة من الجنب كده، بيبقى مجرد تغيير لون، فبيبقى تحت بند فرز تاني، لان مفيش حد هيشتري البورسلين غالي، فمفيش حد هيشتري الفرز الاول في خدش، فبيتحط تحت بند الفرز التاني. تمام. وتعملي بقى تصوريه وتعرضيه على جيرانك مثلا، تعملي جروب على الانستا، تعملي جروب على الواتس، سوقي لنفسك، شوفي الطريقه اللي انت هتقدري تسوقي بيها المنتج ده، وشوفي هتسوقيها ازاي. تمام. كده خلصنا من حكايه البورسلين. رابع مشروع بقى يا بنات هو مشروع الوكاله. على فكره الوكاله مش كلها لبس وحش، في اماكن حلوه قوي قوي في الوكاله، بتبيع لبس، زي مثلا منطقه ماسبيرو، اللي هو احلى مكان تشتري منه، الاذواق حلوه، الاسعار مناسبه. بلاش تروحي المكان اللي ناحيه جمال عبد الناصر، الاذواق فيه مش قد كده. هتجيبي بقى تعملي ايه، هتشتري اللبس من هناك، تختاري الحاجات شكلها، على فكره في حاجات هناك بتبقى بالتيكت بتاعها، او وبتبقى في حاجات وارد الخارج اللي هي اتلبست مره واحده وبعد كده بتتباع، بتبقى ماركات عاليه كمان، زي اللي هي البالة. تمام. بتروحي جايباهم غسلاهم غسله نظيفه كده وكاوياهم، وبعدين كده تضيفي تعبك، مجهودك، المواصلات رايح جاي، انت اشتريت البضاعه بكام، وتحددي سعر القطعه. يا ريت برضو ما تبقاش في البدايه كده الحاجات عاليه قوي. تمام. حطي نسبه ربح بسيطه، انت في البدايه عايزه تسوقي لنفسك بس، تعملي زبون بمعنى اصح. بس ما تجيش على نفسك، في نفس الوقت حددي نسبة مكسب لكي، شوفي انت صرفت قد ايه في المواصلات وتعبك في اليوم ده اللي ضاع، فهتعملي ايه وتسعريها. ومن ضمن الافكار المهمة جدا 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 يا بنات، خصوصا وموجودة متوفرة في المناطق الشعبية، مصانع العسلية. عارفين العسلية اللي هي بتتباع الاربع قطع او الخمسة في باكت صغير، في كيس صغير ده، المصانع بتسلمك العسلية دي في كرتونة، وتسلمك الاكياس بتاعتها، وانتي بتعبيها تقريبا بيحسبوها لك بال15 كيس بال10 اكياس، معرفش بيحسبوها ازاي، بس دوري المناطق الشعبيه بالذات هتلاقي فيها المصانع دي. انت مجرد ان انت مندوب هيجيب لك الحاجه وانت هتكيسيها وخلاص، هو بس بيضمن حقه انه هياخد صوره البطاقه، رقم التليفون، العنوان بتاعك، الكلام ده. انت اللي بتكسبي فيها، هي مش بتخسري فيها ابدا، انت اللي بتاخدي الفلوس مش بتدي فلوس. تمام. لو انت بقى، انا يا هبه ما عنديش مصانع، انا مش عارفه اعمل سيرش وابحث، انا مش عارفه، ماليش في الكلام اللي انت بتقوليه ده كله، طب انا ما عنديش، اعمل ايه؟ اعملي مثلا، عارفه ماي واي، اعملي عضويه فيها. انا مش عارفه العضويه كانت من فتره ب10 جنيه، انا ما اعرفش دلوقتي العضويه بقت بكام. اعملي عضويه في ماي واي بيديكي كتالوج بعد ما تعملي العضويه في المنتجات بتاع ماي واي، بتعملي بقى جروب او تعرضيه على جيرانك، بيختاروا المنتج، وبعد كده انت بتتصلي مع الشركه وهي تبعتلك المنتج ده، بتبعتهولك بسعر، انت خلاص عندك عضويه فبتبعتهولك بسعر الجمله، فالمكسب اللي موجود في الكتالوج، سعره اللي في الكتالوج انت اللي بتاخدي المكسب بتاعه. تمام. مثلا الحاجه مكتوبه في الكتالوج ب15 جنيه، سي مثلا مكتوبه ب15 جنيه، انت هتبيعيها، هتاخديها منهم ب10، فمكسبك 5 جنيه. على فكرة في منتجات كتير اوي في ماي واي حلوة. تمام.
بعد كده لو انا مش عايزه اتعامل مع حد هبه بره، خلاص لو انت شاطره في المخبوزات، شاطره في الاكل، شاطره في الحلويات، اعملي مثلا فطير مشلتت اللي هو الصغنن ده بتاع الافران، اعملي باتيه ميني بيتزا، اعملي مثلا بلح الشام، البسبوسه، الكنافه، الحاجات دي، وحطيها في اطباق صغننه واديها لواحد بتاع سوبر ماركت. انت انا مثلا انا عامله دول ب 100 جنيه، انا عايزه بس اكسب منهم. هتقولي له مثلا انا عايزه مكسب من دول 30 جنيه 50 جنيه، تمام، انت هتسوقهم لي او المكسب بالنص، شوفي انت هتكسب منهم قد ايه والمكسب بيني وبينك بالنص. كبدايه حطي مثلا في اطباق صغيره قطعه كنافه، قطعه جلاش، قطعه بسبوسه، وغلفيها بستريتش وبيعيها. مش عايزه تتعاملي مع سوبر ماركت، جروب برضو تلمي فيه جيرانك وحبايبك كده، وتروحي جايه ضيفاهم وعامله ومصوره الطبق دوت، مثلا طبق ب10 جنيه، طبق ب15 جنيه، على حسب انت حاطه ايه في الطبق. الميني بيتزا الواحده ب5 جنيه مثلا. كبدايه انت مش خسرانه حاجه، انت تعملي بكيلو دقيق واحد، هتعملي نص كيلو كنافه، تعملي نص كيلو بسبوسه. ما تسوقتش لا قدر الله، او ما عرفتيش في البدايه، اهل بيتك هم اللي هياكلوها، انت مش خسرانه حاجه، مفيش حاجه هتترمي، مفيش. انت بتعملي تصوري الحاجات اللي انت بتعمليها بنفسك. اتسوقت اهلا وسهلا، ما تسوقش برضو، هو نصيبها كده. اعملي مثلا مخلل، شوفي في موسم الجزر، في موسم الخيار، في موسم الزيتون، في موسم الليمون، في الموسم الحاجه فيه رخيصه، اعملي من كل حاجه ربع كيلو. ما تسواشي برضو لبيتك، احنا مش خسرانين حاجة. كبداية كده. هاتي بتنجان خضار مثلا ونضفيه، ده مشروع تالت. هاتي بتنجان مثلا وقوريه ونضفيه، خليه يبقى جاهز على المحشي. الناس دلوقتي الموظفين بيستسهلوا دلوقتي. هاتي كرنب واسلقيه وقطعيه وحطيه في اطباق فل واسترتش وبيعيه. اعملي صلصة الصلصة، بس الطماطم دلوقتي غالية، ما انصحكوش بالحوار ده دلوقتي. كده سواقي نفسك، والله العظيم الدنيا مستاهله ان احنا نتعب عشانها، ولادنا مستاهلين ان احنا نتعب عشانهم. واحده واحده الامور هتمشي. انا عارفه ان الظروف الفتره ديت صعبه، ربنا يهونها، وهي صعبه والله عليا وعليك وعلى الجميع، ربنا يهونها علينا يا رب. يا رب النهارده اكون قدرت افيدكم وتكونوا استفدتوا مني بالفيديو بتاعي. المشروع، كل المشاريع اللي انا قلتها دي يعتبر مفيش غير مشروع واحد او مشروعين اللي هنستخدم فيهم 500 جنيه كاملين. باقي المشروع مشاريع، في مشاريع بتبدأ من أقل من 100 جنيه وانت طالعة، أقصى مشروع ب500 جنيه. ف يا ريت لو استفدتوا وانتي وصلت لاخر الفيديو تعملي لي لايك، وتشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واستنوني في الفيديو الجاي. الفيديو الجاي مهم جدا جدا. يلا اشوفكم على خير، مع الف سلامه.